في قاعدة. اكيد في قاعدة. طب القاعدة هي ايه؟ لو الفعل اللي اخره حرف الواي وقبل الواي حرف متحرك ولا حرف ساكن؟ حرف ساكن. حرف متحرك. لا، لو قبل الواي حرف ساكن زي study، الواي قبلها حرف الدي حرف ساكن ولا متحرك؟ احنا عندنا في الانجليزي 26 حرف، منهم 5 حروف متحركة: ال A، ال I، ال O، ال U، ال E. وفي 21 حرف ساكن اللي هم باقي الحروف. لو الواي قبلها حرف ساكن نحذف الواي ونضيف اي اس. امتى؟ لو الفاعل هي او شي او ات او اسم مفرد. اوكي. يبقى study، هاري، cry. طب امتى بقى نضيف للفعل اي اس؟ برضو مع لو الفعل هي او شي او ات او اسم مفرد. لكن لو لقينا الفعل اخره حرف من دول اس او دبل اس، اس اتش او سي اتش او 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 اكس. طب منتهى بالاكس زي ايه؟ فيكس او ميكس. منتهى بالاو زي جو او دو. منتهى بدبل اس زي كيس او مس. اس اتش ووش وبرش. اس اتش زي واتش او كاتش. طب امتى نضيف اس فقط؟ لو لقينا الفعل منتهى بحرف الاي زي love او دي ريفايز او dance، او منتهى بواي وقبلها حرف متحرك زي play، او منتهى بحرف مختلف عن نهايات الاي اس زي walk او run او eat او drink. نضيف اس فقط. طب ازاي ننفي الجملة؟ الطبيعي ان الجملة بتبدأ بايه؟ بالفاعل. تمام. طب بعد الفاعل هيجي ايه؟ don't او doesn't. ممكن نستخدم never. تمام. ناخد مثلا جملتين وننفيهم. لو قلنا he plays football، هو يلعب كرة القدم. عشان ننفي الجملة دي هنبدأ بالفاعل he، وبعد he don't أو doesn't. he بتاخد don't، he ولا doesn't؟ he بتاخد doesn't. يبقى he doesn't وبعدين الفعل في المصدر. يعني ايه؟ يعني ايه فعل في المصدر بدون أي إضافة؟ مش نحذف الاس يعني، ولا playing ولا plays ولا played. فعل في المصدر يعني بدون أي إضافات. he doesn't play football. وممكن نستخدم never، بس أوضح لك الفرق بين never و doesn't. he never plays football. تعرف تقول لي بقى كده ايه الفرق بين doesn't و never من ملاحظتك للجملتين؟ doesn't دايما بعدها الفعل في doesn't. المصدر. هذا يكون بأس. تمام صح. مادر doesn't بدون أس. تمام ممتاز جدا. يبقى doesn't دايما بعدها فعل في ايه؟ في المصدر. انما never لو الفاعل هي او she او it هنلاقي الفعل فيه اس في عادي. المصدر. يبقى he never plays football. ناخد مثال آخر: they في أس. watch TV. هم يشاهدوا التلفزيون. عايزين ننفيها نعمل ايه؟ زي بتاخد don't يبقى they don't watch TV. they don't watch أو TV. نستخدم never تبقى they never watch TV. لأن هنا watch. كده، لأن هنا الفعل زي، ولما يكون فعل وي أو زي أو يو أو أي كده كده مش هنضيف للفعل ولا اس ولا اي اس ولا اي اي اس. كده احنا عرفنا عن المضارع البسيط. بيعبر عن حقائق وعادات. بيتكون من التصريف أول الفعل بنضيف اس أو مش بنضيف اس. عرفنا امتى نضيف اس وامتى اي اس وامتى اي اس، كل واحدة منهم بحالاتها. ايه عرفنا ايه ايه هي ايه. الكلمات الدالة على المضارع البسيط: always و usually و often و sometimes و never و every زائد فترة زمنية. طب مكانهم فين الكلمات دي في الجملة؟ يا إما قبل الفعل دايما، أو بعد فعل يكون. دي الحالة الوحيدة اللي تيجي بعد الفعل. عرفنا ازاي ننفي الجملة عن طريق don't أو doesn't أو never. كده فاضل آخر حاجتين عن المضارع البسيط: ازاي نكون سؤال بمعنى هل اللي هو yes or no question. أول حاجة هنبدأ بيها do أو does. طب بعد do أو does بيجي الفاعل اللي هو اسمه subject، فاعل الجملة. طب بعد الفاعل فعل في المصدر verb
infinitive يعني فعل في المصدر. طب بعد الفعل في المصدر تكملة الجملة، وفي الآخر علامة استفهام. طب تعال نطبق الترتيب ده على الجملة الأولى، هي بلايز فوتبول. هي بتاخد دو ولا داز؟ هي بتاخد داز، وبعدين الفاعل هي، فعل في المصدر اللي هو ايه؟ عيد عيد. does. ماشي، هي يبقى does he plays ولا play؟ plays. احنا قلنا فعل في المصدر يعني شيل منه الاس. لو جملة عادية ايه he plays، انما في السؤال فعل في المصدر، تكملة الجملة المصدر. فوتبول وعلامة استفهام. لما نكون هنجاوب بيس او بنو، بعد يس او نو في كوما، يبقى يس he does، او نو he doesn't. yes he yes he don't طب نعمل مثال على الجملة doesn't. التانية اللي هي كان بيقول they watch TV. هتبقى do they 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 watch watch TV. TV. لما نيجي نجاوب هنقول yes they do، yes yes أو no do. they don't. طب آخر حاجة عن المضارع البسيط محتاجين نعرفها هي إيه؟ إزاي نعمل سؤال بقى بكلمة استفهام. أول حاجة هنبدأ بيها هي كلمة الاستفهام. طب بعد كلمة الاستفهام do أو does على حسب الفاعل. طب بعد do أو does بيجي الفعل اللي هو subject. طب بعد الفاعل الفعل في المصدر verb infinitive. طب بعد الفعل في المصدر هل هنكتب تكملة الجملة؟ مش هنكتب تكملة الجملة. ليه؟ عشان تكملة الجملة هي أصلا الإجابة. يعني لو الجملة بتقول هو يلعب كرة القدم، ينفع أقول ماذا هو يلعب كرة القدم ولا كرة القدم هي الإجابة؟ كرة القدم هي الإجابة. ماشي، عندنا جملتين he plays football و they watch TV، عايزين نعمل عليهم سؤال بمعنى هل. ه- كلمة استفهام يعني what. مثلا ماذا هم يلعبوا، تبقى أو ماذا هو يلعب يبقى what does he الفاعل يلعب play ولا plays؟ play. هنكتب plays ولا play؟ المصدر. صح كده، أنا بشوفك مركز. المصدر. أنت بشوفك مركز ولا مش مركز؟ what does he play. مركز مركز. ماشي كويس. طب الجملة التانية they watch TV، عايزين نقول ماذا هم يشاهدوا، يبقى what do they watch. do it. watch TV. مش هنكتب تي في بقى لأن هو تي في الإجابة. ماذا هم يشاهدوا، ولا هنقول ماذا هم يشاهدوا التلفزيون؟ ايه ايه. تمام كده، احنا راجعنا على المضارع البسيط، بيعبر عن حقائق وعادات، بيتكون من التصريف أول بنضيف اس أو مش بنضيف اس. الكلمات اللي بتدل عليه، يعني لو شفت كلمة منهم يبقى لازم استخدم الزمن ده زي always و usually و often و sometimes و never. طب ازاي انفي الجملة؟ عن طريق don't و doesn't و never. طب ازاي كون سؤال بمعنى هل؟ أبدأ بدو أو does بعدين فاعل، فعل في المصدر تكملة الجملة. هنجاوب بيس أو نو. طب ازاي اعمل سؤال بكلمة استفهام؟ بنبدأ بكلمة الاستفهام بعدها دو أو does بعدين الفاعل بعدين فعل في المصدر وعلامة استفهام. في أي حاجة في المضارع البسيط تحب نراجع عليه؟